اكو حسين يحاول والكرة وهدف اول عن طريق ذو الفقار، عن طريق ذو الفقار يونس عبد علي. ذو الفقار يونس عبد علي المعار من الشرطة يسجل هدف لنادي دهوك بالدقيقة 26 أو 28 من عمر المباراة. بالدقيقة 28 ذو الفقار يونس عبد علي يسجل أول أهداف المباراة لمصلحة نادي دهوك. واحد، وأول أهداف هذا اللاعب هذا الموسم، أول أهداف هذا اللاعب هذا الموسم ذو الفقار يسجل في شباك نادي نفط ميسان. واحد دهوك لا شيء نفط ميسان. شوف بالإعادة اكو حزير لعبها وبطريقة سليمة، يعني هذا الشبل من هذا الأسد. هذه طلعات وكرات المبدع يونس عبد علي. سانيه بنيران صديقة، بنيران صديقة، بنيران صديقة مرة أخرى، مرة أخرى ذو الفقار يلعب الكرة. ذو الفقار بالدقيقة 49 يلعب الكرة ويسجل الهدف الثاني، الهدف الثاني لفريق دهوك، الهدف الثاني بكرة حلوة من خارج منطقة الجزاء. ذو الفقار يونس عبد علي يلعبها من مسافة بعيدة من خارج منطقة الجزاء، ترتطم بالمدافع وتغير مجراها وتعانق الشباك، وتعانق الشباك. 2-2 لفريق نادي دهوك، لا شيء لنفط ميسان. خلينا نشوفه، خلينا نشوفه. الكل يحيي ذو الفقار، يسجل هدف الشخص الثاني في لقاء اليوم، والكرة اللي لعبت وارتطمت بالمدافع علي حسين وغيرت مجراها. شوفها شوفها، ويبدو بعلي حلو وغيرت مجراها. 2015 بهدفين مقابل هدف واحد، سجلهم لوران جيرسي هدفين. كرة وجول، جول 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 جول. علي حلو، علي حلو، علي حلو يسجل هدف حلو ويخطف رأسية من بين المدافع والحارس ويقلص النتيجة بالدقيقة 58 من عمر المباراة. بالدقيقة 58 من عمر المباراة علي حلو يقلص النتيجة لنادي نفط ميسان. خلينا نشوف بالإعادة. علي حلو يسجل هدف حلو وبارتقاء سليم من بين الحارس، وراح يتأكدون من الهدف، ويا ريت نشوفه بالإعادة، وبالإعادة إفادة. شوف مرة أخرى. وبالرأس يسجل علي حلو هدف التقليص. وجول حسين علي، علي حسين، علي حسين، نفس اللاعب نفس اللاعب نفس اللاعب برأسية أيضا أن يسجل الهدف الثاني بالدقيقة 77 من عمر المباراة، وهو هدف التعادل. علي حسين برأسية أخرى بشباك الحارس محمد صالح يسجل الهدف الثاني ويدرك التعادل لنادي نفط ميسان. علي حسين يسجل هدفين في لقاء اليوم برأسيتين، واحدة على يسار محمد صالح والأخرى على يمين محمد صالح، وبالتالي هدفين لدهوك مقابل هدفين لنفط ميسان. 2 سجلهم لدهوك ذو الفقار، و2 لنفط ميسان سجلهم علي حسين. شوف انطلق بسرعة من بين المدافعين، شوف 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 القادمون من الخلف، وقادم علي حسين ورأسية رائعة وكرة جميلة تعانق شباك الحارس محمد صالح ليدرك من خلال التعادل أمام فرحة علي حسين.